السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفة جديدة من مطبخ منا النادي. النهاردة هعمل لكم طريقة الريش بطريقة حلوة قوي وتتبيلة جديدة ومختلفة، وهتشووها كأنكم شوينها في الشواية بالظبط، هتعملوها في الفرن. اول حاجه خالص عندنا بصلتين، هنحطهم في الكبه كده زي ما انتم شايفين، ومعاهم 2 من الفلفل الحامي. طبعا الفلفل ده اختياري، عايزين تحطوه او لا، او عايزينه بارد، دي حاجه اختياريه. ونحط طماطمايه واحده وحوالي 5 فصوص من الثوم، ونضربهم في الكبه كده زي ما انتم شايفين. هنضيف عليهم ليمون وشويه من الخل وشويه كمان من الزيت. تمام. وهنحط البهارات عباره عن ايه؟ ملح وفلفل والبهارات السبعه، بس كده. وهنضرب كله مع بعض وكده تاني ضربة كمان في الكبة، بحيث ان هو يبقى كله كده متداخل مع بعض، ونقلب. وضفنا كمان حاجة اضافية، هنضيف معلقة من العسل ومعلقة صغيرة من الصلصة. كل ده هنضربه مع بعض في الكبة. وبعدين نجيب طبق نحط فيه الريش بالشكل ده، وهنضيف بقى على الريش التتبيلة بتاعتنا كلها. وهنحط الريش بالتتبيلة في التلاجة لمدة 4 ساعات 6 ساعات، أو ممكن تحطوها من بالليل للصبح وتسووها. كل ما قعدت في التتبيلة كل ما بقى طعمها أحلى بكتير، وتتشرب منها ويديها طعم حلو جدا. تمام. نوزع بس المهم التتبيلة كويس جدا على اللحمة ونحطها في التلاجة. بعد كده دلوقتي نبدأ بقى نجيب صينية، ونحط فيها بصل كده متقطع زي ما انتم شايفين، وعليه بطاطس وفلفل. انا بحب الاكل سبايسي جدا فبحب الفلفل الحامي. ونحط بقى شويه ملح وفلفل واربع فصوص من الثوم، ونقلب كده كل الحاجات دي كده في بعضها. تمام. وبعدين هنضيف شويه من الزيت، وبعدين هنحط طماطم كده فوق الوش زي ما انتم شايفين. وبعدين عندنا صاجة هنحطها كده على الصينية، يفضل تكون بنفس حجم الصينية اللي عندنا، ونوزع عليها. نحط كده من فوق الريش من فوق الوش، وبعدين التتبيله اللي فضلت عندنا من الريش ما نرميهاش، لا احنا بنضيفها على البطاطس من تحت كده. ونضيف معاهم كمان كوبايه من الميه علشان خاطر البطاطس ما تلزقش ولا تتحرق معانا. وكل ما تحسوا انها اتشربت الميه بتاعتها وهي في الفرن، ضيفوا شويه ميه كمان عشان ما تلزقش. ونحطها في الفرن على درجه حراره 200 لحد ما تستوي الريش على مهلها لمده مثلا حوالي ساعه كده او ساعه الا ربع، حسب التسويه بتاعه الفرن عندك. في الوقت ده هنحضر الرز. هنجيب معلقتين من السمنه ومعاهم شويه صغيرين من الزيت، ونحمر فيهم لسان العصفور. انا المره دي عملته بلسان العصفور غير الشعريه، جربوها هتلاقوها حلوه قوي وطعمها مختلف جدا. حمرت كده زي ما انتم شايفين لسان العصفور، وحطيت معاها ورق لورا وحبهان 2 كده، 2 من الحبهان، وورق اللورا 2 برضو، ما تكتروش. وبعدين نضيف الرز ونقلب كده كله مع بعض. وهنضيف على الرز شوية بهارات كده بسيطة، هنضيف شوية ملح ومعلقة صغيرة من الفلفل ومعلقة من البهارات السبعة. هتفرق جدا في طعم الرز، وهيبقى حلو قوي مع الريش، طعمه في منتهى الجمال. ويا سلام بقى لو ضفتوا مع لسان العصفور شوية شعرية، اتفرجوا بقى على طعمه هيبقى عامل ازاي، مختلف جدا زي الرز بتاع الافراح كده واللي بناكله في المناسبات. بعد كده بنضيف شوية مية تغطي الرز، واول ما تغلي بنوطي على الرز وبنهدي عليه بالطريقة العادية خالص، وكده بيبقى استوى معانا. وبعدين طلعت الريش اهو زي ما انتم شايفين من الفرن، مستوية وجميلة وحلوة جدا. والبطاطس بقى عايزه اقول لكم مع التتبيله مديه ريحه فظيعه، ريحه البيت كله تحفه، واستوت ما شاء الله وجميله. وعلى فكره ممكن بدل البطاطس تحطوا شويه فحم وتعملوها على النار من فوق، وبس تهدوا النار خالص، هتطلع حلوه قوي برضو. جربوها وقولوا لي رايكم. ابن النادي.